محمد الشيخ، شفت فوز الزمالك امس، اظن عمل توازن في الكرة المصرية. لا، التوازن ما راح يعمله، ولا فوز ولا فوزين ولا بطولة ولا اثنتين ولا 10 حتى يعمل توازن مع الاهلي المصري، لكن وجه ضربة قاسمة للاهلي المصري ان تكسر او ان يخسر الاهلي المصري كأس السوبر لسنتين متتاليتين، العام الماضي من اتحاد العاصمة الجزائري والآن من الزمالك. الضربة الثانية أنها جاءت أيضا من الزمالك، ولكن أن يحدث توازن مستحيل. لا توازن بين الزمالك والأهلي إلا أن يتوقف الأهلي على الأقل 30 سنة ممكن يلحق الزمالك. ايش رايك كابتن ابراهيم؟ بالغ محمد الشيخ شوي. أول شيء أبو بدر، أنا أبارك لفريق الزمالك هذا الفوز المستحق والذي هو في صالح الكرة المصرية، ولكن أقول أن الأهلي المصري فريق تاريخ واحتراف وثقافة، كان ينقص هذه الأشياء المنافس المستفز، وقد حضر المنافس المستفز اللي هو الزمالك حاليا، وقد يكون الزمالك قدم خدمة للأهلي من حيث لا يدري، لأن الأهلي في الأيام القادمة سنشاهد أهلي يعود أعتقد بقوة للمنافسة، ويكون الأهلي يسيطر مرة أخرى. يعطيك العافية. شكرا كابتن إبراهيم العنقري، انتهى وقتي.